بعتلك فيديو امبارح. ندخل. نعم. بعتلك فيديو امبارح، انا بالنسبه لي كان صادم. وهو شاب عراقي قتل. يعني النهارده هنتكلم بقى عندكم على الماسونيه عندكم شويه، وكان نعم. واعتقد ده كان مطلوب. اهلا ومرحبا بك. واعتقد مرحبا بك في معتر. واعتقد ان الذي قتل اخواته الاثنين وامه، وبعد كده راح بلغ والده، فوالده قال له سلم نفسك للشرطه، فراح للشرطه عادي جدا وسلم نفسه. قال لهم ان انا قتلت اخواتي وامي. والمفاجاه اللي في الفيديو ان اثناء التحقيق، هنزل لكم الفيديو ان شاء الله بعد البث، ان اثناء التحقيق معه من قوات الامن في العراق قال كلمة. حتى أنا شفت إن الضابط أنهى التحقيق بعد هذه الكلمة فورا وأخدوه بره على طول. قال اللهم تقبلهم قربانا. إيه القصة دي؟ يعني اللهم تقبلهم قربان. هل يعقل إن حد مسلم إن هو يقدم قربان لله سبحانه وتعالى إخواته البنات وأمه؟ أنا صراحة الفيديو كان صادم بالنسبة لي جدا. فإيه تفسيرك عن هذا الفيديو الذي بدأ ينتشر عن هذه الجريمة في العراق؟ وهل أنت عندك فكرة عن هذه الجريمة قبل ما ابعت لك الفيديو ولا اتصدمتي زيي؟ لا، ولا تصدمت ولا حاجة. شوف، أنا حشمر عن دراعاتي وابدي أتكلم. أولا أبدي أعطي رؤوس أقلام عن الوضع في العراق لأخوتي وأحبتي في الوطن العربي متابعينا. الوضع في العراق هناك نقاط أساسية عليكم أن تعلموها. أولا، منظومات في العراق، منظومة الدولة والتي يشكك فيها الشعب، والتي يعني مواقفها جدا سلبية على مدى منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الآن. لم تحكمنا حكومة شريفة، أريد أن أقولها بصريح العبارة. هناك مؤسسة ثانية هي مؤسسة الجيش. الجيش في العراق مثل الجيش في مصر. الجيش هم أبناء الوطن، يعني صحيح هم طبعا يرجعون بالأوامر، يعني القادة العسكريين لدينا في العراق يأخذون الأوامر مباشرة من رئيس الوزراء العراقي، لكن بالنسبة للمؤسسات الأمنية، للضباط، للجنود، للاستخبارات، كذا، كلهم أبناء الشعب العراقي، يعني يعملون. أنا لا أقول لك أن هناك صحيح بعضها يتخللها فساد، لكن الأغلبية هم يعملون للشعب، يعني ويعملون بأمانة وإخلاص. ونحن على تواصل، يعني نحن الذي كجي مثلا، نحن أصحاب أو مجموعات اجتماعية نعمل على إصلاح المجتمع، نحن على تواصل مع هؤلاء ونتبادل المعلومات ونحاول إصلاح المجتمع من ناحية المخدرات، من ناحية الإدمان، من ناحية هذه الموجات التي تهب علينا. فهذه المؤسسة، فأنا لست تحت مظلة الدولة، ليست الحكومة. هناك فرق بين مؤسسة الأمن في العراق وبين مؤسسة الحكومة. المؤسسة الثالثة هي مؤسسة القضاء بمعزل تام عن الحكومة. طبعا هم تعرضوا، كثيرا من القضاة تعرضوا للابتزاز، تعرضوا للتهديد. هذا أيضا وارد، لا أريد أن أدخل في صلب الموضوع، أنا فقط أريد أن أبين لكم الوضع. فكثير من المؤسسات الأمنية هم قلبهم على الشعب العراقي، وهم من أبناء الشعب العراقي، ولا يستطيعون أذية أبناء شعبهم. هم ليسوا حكومة، هم ليسوا الحكومة. هذا أولا. ثانيا، المجتمع العراقي ليس كالمجتمع المصري، وليس كالمجتمع الجزائري مثلا أو التونسي. نحن أيها الأخوة، نحن مجتمع مهما تطورنا، مهما كنا أبناء مدن، مهما أخذنا من العلم ومن التطور والانفتاح، ومهما ملكنا من المال، تبقى عقلية العراقي تحديدا دونا عن العرب هي عقلية قبلية، يعني تحكمنا العشائر، يحكمنا العرف العشائري. والسياحة لدينا خصوصا في وقت صدام حسين، نحن كنا بمعزل عن العالم. يعني صدام كان والله العظيم كان محاوطنا وباعدنا عن كل شرورها، فليس لدينا سياحة. فنحن عندما تظهر ظاهرة غريبة في المجتمع العراقي، عندما يأتي شكل غير مألوف، عندما تبدأ أنتم عندكم السياحة قديمة، تتقبلون الأجانب،
لا تستطيعون التمييز إذا ظهرت ظاهرة غريبة، لا يستطيع أي أحد أن يميزها، لأنكم دولة سياحية، أنتم دول سياحية تستقطب الأجانب وترون كثيرا من شعوب العالم. نحن لا، نحن مجتمع منغلق وعشائري مهما تطورنا. فلم يستطع الماسونية ولم يستطيعوا عبدة الشيطان أن يأتوا بالشكل الذي أتوا فيه لمصر أو لأي دولة ثانية عربية، لأن ظهرت لدينا ظاهرة الإيمو في وقت في البدايات عندما جربوا حظهم، وظهر الإيموس علينا. أستاذ عمرو، داووهم العراقيين بطريقة بشعة، قتلوهم بالبلوكة. عندنا البلوكة هي صخرة كبيرة، نوع من الحجر الكبير، فجروا رؤوسهم بالبلوك. فماذا عملوا؟ قالوا لكم هذا مجتمع عشائري وديني، سواء كان سني أو شيعي، نحن مجتمعات جدا دينية. أتوا علينا بأجندات دينية أستاذ عمرو، أجندات دينية وعشائرية. بدأ الخراب من هذا الباب. يعني اليوم نحن لدينا ظهرت علينا طوائف وظهروا علينا ما يسمى رجال دين، أقسم بالله مهزلة. يوميا يوم يطلعون ربع الله، جماعة يسمونه ربع الله، ربع يعني مجموعة أو جماعة ربع باللهجة العراقية، ربع يعني والأردنية أيضا، ولهجة الشوام ربع، والسعودية أعتقد كلمة منتشرة يعني في جميع دول المشرق العربي. نعم. ربع الله. ويوم يطلع انك انا لا اريد ان اسمي المسميات يعني للضروره حتى لا احد يحسب عليه شيء. ظهر لدينا شخص مدسوس اجنده. تعرف ماذا قال يا اخوتي؟ تعرفوا بماذا اتانا؟ شوف، الموضوع له جذور. تعرفون الحضارة السومرية هي أول حضارة هي على وجه الكرة الأرضية، وهي مؤسسة عبدة الشيطان. يعني عبادة الشيطان بدأ طقوسه في أرض سومر، في الوركاء، في أرض أوراك. والنمرود ظهر من هناك. أول شخص على الكرة الأرضية التقى بإبليس هو النمرود، وأخذ عليه العهد وأعطاه القوة والحكم. نعم. وأين كان في الوركاء في أور، وبنى البرج، هذا البرج والصرح الذي أراد أن يصل به إلى الله وإلى آخره. فتعلم هذا الأجندة المعمم ماذا أتى للناس بتطرف جديد. قال لهم أن الكعبة المشرفة ليست هي قبلة المسلمين، بل أوراك هي قبلة المسلمين، وهذا كذب وتزوير. ودعا الناس للحج إلى أوراك، دعا الناس للحج إلى أور وترك الكعبة. هذا أول شيء عمله. ثانيا عمل على تشويه التقويم الهجري، وقال أن التقويم الهجري خاطئ، وأن الشهور العربية يجب أن تكون ثابتة وليست متغيرة. والغبي والناس الأغبى منه استغل جهل الناس أنه الشهر الماضي عمل لهم رمضان، صاموا الشهر الماضي يا أستاذ عمرو. نحن لدينا بلاوي وكوارث في العراق، نحن نحارب. أنتم يعني أنا أول خروجي وظهوري لك كان هناك متابعات لديك من العراق، قالوا هذه الممارسات، هذه دكتور جي تقول نحن في العراق نحارب هذا الشيء. نحن لم نرى هذا الشيء. حبيبتي عزيزتي، أنت لا ترينه على شكل إيمو، ولا ترينه على شكل عبدة شيطان صريح، ولا يوجد لدينا ساحر يعملون فيه طقوس. حبيبتي، هم أتوا أجندات على شكل رجال دين، أتوا على شكل طوائف دينية، أتوا على شكل ممارسات منحرفة. فهذا الشاب يا أستاذ عمرو، أنت استغربت، أنا لا أستغرب. تعرف لماذا؟ لأنهم أتوا على طقوس عبدة شيطان كاملة عن طريق أوهام الشباب الجاهل الغير متعلم بأن هذا الله، وأن هذه طقوس الله. يعني هذا الشاب قدم أمه وأخته قربانا لإبليس. أختي بنتين وهو مصدق. نعم، وهو مصدق أنه قدمها إلى الله، وهو مؤمن. يعني أنت قلت لي ما كيف أنه قلبه قاسي. هو مو قساوة قلب، هو ليس بقساوة قلب، هو إيمان منه. هو مؤمن بما فعله، مؤمن أن هذا ما يريده منه إلهه، وهو لا يعلم أن إلهه هو الشيطان.
هو كل علمي أن إلهه هو الله، لكن في مرحلة معينة سيوصلوهم إلى هذه الحقيقة، وعندها سيكونون هم مهيئون لاستيعاب هذه الحقيقة. عرفت كيف؟ إذا نعم. الأجندة بتاعت عبادة الشيطان عندك في العراق صعبة جدا، أصعب من عندنا، يعني على الأقل إحنا الرموز ظاهرة وكده ونقدر نوصل لهم، لكن أنتوا عندكم دخلوا لكم من حتة الدين نفسه، يعني فأعتقد دي صعبة جدا يعني. حتى دخلونا من باب الدين ومن باب العشائر، يعني هناك ظهروا علينا أجندات مع احترامي وتقديري وإجلالي لشيوخ العشائر وأمراء القبائل العراقية، أنا لا أتكلم عليهم بالعموم، لكن هناك بضع شيوخ ظهروا، وطبعا الحمد لله أغلب العشائر دحرتهم ويعني وأنفتهم وقتلتهم. أيضا هناك شيخ عشيرة، وهو ليس بشيخ عشيرة عموم، يعني فرع أو فخذ يسمى لدينا فخذ عشيرة، قبل بضع سنين عمل على مصيبة كارثة يعني أخلاقية، وصوروا له فيديو وقاموا أولاده بغسل عاره يعني. فأيضا هم أتوا من باب يعني هناك لدينا في العراق اسمها السنن العشائرية، وهذه السنن العشائرية كالقوانين يعني السنن العشائرية سنن جميلة، في غالبها جميلة وعادلة، من باب الدية، من باب النزاع، من باب يعني مثلا أبسط مثال، نحن في العراق النساء لدينا مقدسات، يعني ممكن يضطهد الرجل امرأته في المنزل، هذه المشاكل تحدث في الشرق بالعموم، أو الأخ يضطهد أخته أو يمارس عليها ضغوطات، هذا موضوع بحث آخر. لكن يعني احنا التحرش في العراق لدينا شبه منعدم، لأن السنن العشائرية تمنع منعا باتا، يعني المرأة في العراق إذا تعاركت مع شخص غريب، هذا الشخص مهما أهانته المرأة العراقية لا يتجرأ على ردها بالإهانة، لأن رد المرأة بالإهانة تعمل عليه جلسة عشائرية، فهذه واحدة من السنن العشائرية. فأدخلوا لدينا في هذه السنين الأخيرة أدخلوا علينا أجندات أيضا شوهت من بعض السنن العشائرية. بقوا هناك يعني شيوخ يدعون، طبعا هم مدعين ليسوا عشائر، لأن رؤساء العشائر لدينا بالوراثة والأمراء بالوراثة. فاهم، لأن أنا برضو أصلا من سينا، فأنا فاهم النظام القبلي كويس، فاهم القصة دي. نعم. فدخلوا علينا مأجورين، قاموا بالفلوس. إذا حدث شخص ليس لديه انتماء عشائري، مثلا عشيرته متبرأ منه لسوء أخلاقه، عندما يقع في مشكلة يذهب إلى شيخ مأجور، نفس الوضع ويذهب للدفاع عنه في الباطل، يعني حتى خرجوا عن السنن العشائرية. فأجندة الغرب علينا أتت ضربت السنن العشائرية وضربت الأعراف الدينية. تسمحي لي أقول حاجة في النقطة دي بعد إذنك؟ يعني هقطعك وتاخدي نفسك كده، وعايز أقول لك حاجة عن المجتمعات القبلية عامة. أنا برضو أعوذ بالله من كلمة، أنا برضو من مجتمع قبلي، مشهور عني في سينا في مدينتي العريش إن أنا ضد المجتمع القبلي جدا. ليه؟ أنا اتربيت بعيد عن المجتمع القبلي، بل خارج مصر أصلا، مع والدي كان شغال بره، ورجعنا أقمت في القاهرة، وما لم يكن لي علاقة بمدينتي غير إن أنا بنزل، خالك اتجوز أنزل أحضر فرح، عمك اتوفى أنزل أحضر عزا وأمشي، ما يعرفونيش. فطالع دمي حر وبعيد عن الطقوس بتاعتهم. لما رحت قعدت في العريش فترة تقريبا من 8 إلى 9 سنوات، كان والدي زي ما انت قلتي بالوراثة، كان والدي أصبح كبير فرع من فروع عائلة الكاشف، ومن أكبر فروع عائلة الكاشف اللي هو فرع آل عمر الكاشف. فلما والدي طبعا التزم ان هو الدور عليه، زي ما بيقولوا الدور عليه، وراثة هي بالدور زي الملكية كده بالظبط. فانتقل فجأة إلى اللي يعيش في العريش، اللي يهتم بأمور العائلة ومشاكل العائلة ومشاكل العائلة مع العائلات الأخرى والكلام ده كله. فأصبح رجلي رايحة جاية على العريش. ما وجدته ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن الله عصبة الجاهلية. وقد اتى الاسلام، يعني لما اتى الاسلام وحد، يعني لغى العبودية
وزي ما بنقول كده بالبلدي عشان ما اقولش كلام غامق، سيح الامور على بعض. يعني لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. اصبح هناك من يدخل الاسلام من العبيد ثم تحرروا، ومن دخل الاسلام من الاجانب الذين كانوا مقيمين في شبه الجزيره العربيه، واخواتنا المسيحيين الذين اسلموا في ذلك التوقيت، بل انها تم ذكر ان بعض اليهود اسلموا في ذلك التوقيت في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. فاصبح الدين الاسلامي عباره عن مجتمع استقطب، او الدين الاسلامي استقطب من كل من هم في شبه الجزيره العربيه. حتى احد زوجات الرسول كانت مهداه له من المقوقس، وهي السيده ماريا القبطيه، كانت مهداه له من المقوقس اللي هو عظيم الروم، والرسول عليه الصلاه والسلام تزوجها، كانت مهداه على انها جاريه له وهو تزوجها. اذا هنا الاسلام دوب هذه. فعودتنا يعني ان احنا نعود الى النظام القبلي. النظام القبلي انا بقول لحضرتك ان هو نظام فاسد. احسنتي القول وحضرتك بتتكسفي وبتقولي مع احترامي بتاع. لا، انا لا احترم مشايخ القبائل، لا احترم القبائل في مصر عندنا، لا احترم المجالس العرفيه. كلها اصبحت مضلله، كلها اصبحت بالاموال، بل هي اساءت الى الدوله وعملت ضد الدوله في فتره من الفترات، وساهمت في ان يبقى في حد ارهابي يستطيع ان يخبي ارهابه ويستطيع ان يستتر ارهابه من خلال عائلته او من خلال مجتمعه. فالمجتمعات القبليه ضد الدين لو جينا نتكلم عليها، الدين ما جاش عمل كده. الدين خلى سيدنا بلال له قيمه. سيدنا بلال بن رباح كان له قيمة في الدين الإسلامي، ولكن لم يكن له قيمة في الجاهلية وفي النظام القبلي. صح الكلام ولا لأ؟ بالضبط صح. فنتيجة التعصب لغير الله هي نتيجة فساد. في الآخر هتلاقي فساد. ما دام انت تعصبتي بره اطار لا اله الا الله محمد رسول الله، فكل انواع التعصب سواء قبلي سواء طائفي سواء اي نوع من انواع التعصب لاي شيء غير الله سبحانه وتعالى. صدق رسول الله ما ينطق عن الهوى. يعني لعن الله عصبة الجاهلية. هي عصبة جاهلية، وهي تعود بك الى الخلف وتبتعد تماما عن مسار الحق وعن مسار الضمير وعن مسار الدين وعن مسار الشريعة، وحتى بتخلق دول داخل الدولة. انت فاهمة الحتة دي؟ يعني بتبقى كل قبيلة خلاص دولة ولها حاجة. فوارق اجتماعية، تخلق فوارق اجتماعية. بالظبط. تخلق فوارق اجتماعية. يعني نحن